صاحبي، طبعا في شهر رمضان ووسط ما الناس بتقوم كل يوم عشان تتسحر وهي مبسوطة بالأجواء والأطفال فرحان، لمجرد إنهم سامعين صوت شخص بينده عليهم عشان يتسحر، يطلع لك واحد خمنهم كده ويقول لك الله بعدين بقى مع المسحراتي ده مين اللي زقوا علينا؟ تعال اقول لك مين اللي زقوا علينا. الحكايه كلها بدات سنه 853 لما الوالي العثماني اسحاق ابن عقل لاحظ بنفسه ان الناس مش بتقوم للسحور، فهو ضربت في دماغه فكره وقال لك بس يا جناب الوالي استهدى بالله، طب خلي حد غيرك اللي يعمل كده، طب يهديك يرضيك. وفعلا الراجل قام قبل صلاة الفجر، مشي من مدينة العسكر في الفسطاط لحد جامع عمرو بن العاص. والله العظيم زي ما بقول لك كده، وما كانش معاه طبلة، ده كان بينادي عليهم ويقول لهم قوموا اتسحروا. الله، طب ما هي سهلة، هي امال في ايه بقى؟ لكن ولان ما فيش حاجة في مصر بتفضل على حالها، فواحدة واحدة بقى بدأ الموضوع يختفي والناس تنسى، لحد ما جت الخلافة الفاطمية وجه الخليفة الحاكم بأمر الله. وفي يوم عادي كده والناس بتصلي التراويح، يقوم الخليفة بعد الصلاة يقوم ويقول لهم ايه، بيتك كده كل واحد ينام بدري عشان في مفاجأة محضرها لكم. طبعا كل واحد نام من هنا وبدأ يحلم بمفاجأة الخليفة، وفي وسط ليالي الأنس والأحلام الوردية فجأة الباب يخبط بطريقة غريبة. يا ساتر استر يا رب. فجأة نلاقي جنود الخليفة محاوطين الحارة من كل اتجاه. طبعا يا صاحبي انت اكيد مستني مفاجأة الخليفة، ومرة واحدة كده جندي من جنوده ويقول لهم قوموا اتسحروا. الله، ومنيمنا من بدري كده عشان يقول لنا قوموا اتسحروا. ومن هنا يا صاحبي الخليفة يعين واحد من جنوده عشان يقوم يسحر الناس. لا، ومش بس كده، طبلة على كل باب في رمضان ويقول لهم يا الله سحروا. وروحي يا أيام وتعالي يا أيام، وروحي يا أيام وتعالي يا أيام، ومهنة المسحراتي تختفي خالص، لحد ما جه عمنا الظاهر بيبرس وقال لك أنا لازم أخلي المهنة دي جزء من التراث الشعبي. قالوا له ازاي يعني؟ قال لهم انا هعين ناس مدى الحياه تدق على ابواب البيوت وهيكونوا من علماء الدين. وزي ما تقول كده يا صاحبي، هو كان عايز يوصل رساله ان مهنه المسحراتي مهنه عظيمه. يموت الظاهر بيبرس عشان يجي في نفس العصر السلطان محمد بن قلاوون ويعمل نقابه اسمها نقابه المسحراتيه، زي النقابات اللي بنسمع عنها اليوم، على يد واحد اسمه ابن نقطه. وبصراحه الراجل ده ما قصرش خالص، قال لك ايه، فككوا بقى من شغلانه النداهه دي والخبط على البيبان، احنا هنعمل طبله والمسحراتي هيدق عليها. امين يا ابويا، امين يا عمي. الموضوع كان ممتع قوي، عشان كده طوروه بشكل غريب وابتدت تظهر الاناشيد الشعبيه والمواويل، لحد ما بقت مهنه المسحراتي جزء من وجدان الشعب المصري وعلامه اصليه من العلامات الرمضانيه. قول لنا في الكومنتات ايه اغرب العادات اللي انت ما تعرفش سببها في رمضان. ما تنسوش تبقوا تسحروني معاكم.